لحم البطاقه. حاج كمال، انت حضرتك بتكتب دلوقتي تفاصيل المحضر بتاع القضيه دي؟ طب قولها لنا بس كلها بعد اذنك. هو الموضوع ان في جات لي معلومات في جزار في المجاوره السادسه، الراجل ده ذابح ذبيحه ميته يعني نفقه. الذبيحه اللي نفقه دي عباره عن 60 كيلو. خدنا الطب البيطري ونزلنا على الفور بنفحص اللحمه عن طريق الطب البيطري، لقيناها لحمه فيها ديدان وفيها ضرن، واللحمه فاسده ما تنفعش خالص. احنا خدنا الكميه وتحفظنا عليها وخدنا اسم صاحب المحل، ودلوقتي شغالين في المحضر اهوت على اساس ان احنا هنعرض على النيابه، على اساس ان انا اجيب قرار من النيابه العامه باعدام اللحمه فورا، لانها لحمه صادر منها ريحه كريهه وما ينفعش ان انا اتحفظ عليها في محل لحوم تاني. كل الكميه كان فيها ديدان؟ 60 كيلو. حضرتك دي متصوره بالفيديو، واحنا هنعرض الفيديو على المديريه وعلى الوزاره، على اساس يعني احنا ما بنشتغلش الا بفيديوهات يعني. تمام. القضايا الكبيره اللي زي ديت بنصورها فيديو عشان ما حدش يبقى له كلام معانا يعني. تمام، شكرا. مش تحت حاج كمال البلتاجي، رئيس اداره التموين، مدير عام اداره التموين العشري.